السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن تفسير 3 رموز في المنام، وهنذكر فيها 4 رؤى ب4 رموز إن شاء الله، وتفسيرهم الذي وقع في الحقيقة. أول رؤية معانا هي رؤية الخروف. طبعا الخروف في المنام قد يدل على الرجل، وقد يدل على الابن المطيع، وقد يدل على بشرى إذا كانت المرأة حامل فهي بشرى ليها بولد صالح إن شاء الله، وقد يدل للعزباء على قدوم عريس لها. كما أن ذبح الخروف في المنام قد يدل على وفاة شخص قريب من الرائي. طيب نيجي بقى لأول رؤية، وهي رؤية الخروف. بتقول صاحبة المنام حلمت إنها جالسة في حديقة، وإن أمامها سياج من حديد، خلفه خرفان كثيرة، وهي رابطة خروف منهم بحبل من بطنه شداه، وماسكة الحبل ده في إيديها، والحبل ممتد عبر السياج. تفسير الرؤية قلت لها إن هناك شخص هي تراقبه وتجذبه إليها بأفعال منها حتى يلاحظها، وقد وقع التفسير وقالت لي فعلا هو ده اللي بيحصل دلوقتي. فسبحان الله إن الرؤية كاشفة للأسرار لمن فسرها بالطريقة الصحيحة. تاني رؤية معانا وهي رؤية الخطوبة. طبعا رمز الخطوبة في المنام بيدل على الحقيقة على اقتراب موعد خطوبة البنت، يعني الرمز ده مبقاش فيه أي تغيير، ولكن في بعض الأحيان بيجي في بدء مشروع جديد للبنت لو هي داخلة على وظيفة أو داخلة على تحقيق حلم ليها أو هدف كبير. طيب الرؤية اللي معانا النهاردة فيها رمزين، ورمز الخطوبة اللي احنا لسه متكلمين عنه، ورمز التاني الفساتين. طيب الفساتين في المنام برضو بتحمل نفس الرمز، يعني بتدل على العرسان أو بتدل على اقتراب الفرح للبنت العزباء خصوصا، وقد تدل على موضوع جديد هي داخلة عليه، وده طبعا بيتفسر على حسب صيغة المنام وشكل الفستان في المنام. رأت صاحبة الرؤية إنها في يوم خطوبتها، والموضوع كان بيمشي بشكل سريع جدا، وكانت عاوزة تجهز فستان ولكنها كانت غير مستعدة، وقالت لوالدتها تقول لوالدها يسأل ابن أخيه على فساتين يجهزها. وفتحت بعد ذلك دولابها وجدت فستانين لونهم كشميري أو البامبا الفاتح، فاختارت أحلى واحد منهم ولبسته، وكان الفرح أمام البحر، وكان البحر هادي. طبعا في الرؤية دي الفستانين بيدل على عريسين، ولكن العريسين هيجوا في وقت قريب من بعض، لكن هي هتتمسك بواحد فيهم وهتتجاهل الآخر. أما رؤية البحر هنا فبيدل إن الأمور هتمشي زي ما هي عاوزة، وقد وقع التفسير بفضل الله، والله أعلى وأعلم. تالت رؤية معانا النهاردة بتحمل رمز رؤية الشقة في المنام. طبعا الشقة ليها كذا تفسير في المنام، وعلى حسب حالة الرؤية الاجتماعية. يعني لو رجل في المنام شاف الشقة ان هو بيدخل شقة مجهولة، فده بيدل ان في موضوع هيدخل عليه. لو كان اعزب فقد يدل على موضوع زواج. وطبعا هنا شكل الشقة والتفاصيل الصغيرة اللي بتكون موجودة في المنام دي بتقدر تحدد معانا التفسير الدقيق للمنام. طيب لو شافها رجل وداخل على وظيفة جديدة، فده برضو بيدل على عمله اللي هو داخل عليه، وإذا كان فيه بيحمل بشارة أو بيحمل من المنامات اللي بتنذر لشيء أو بتحذر من شيء، فده طبعا بنعرفه من خلال الرؤية. وإذا رأتها العزباء إن هي بتدخل شقة جديدة أو مجهولة وبتنقل حاجات فيها أو هي تستقر فيها، فده بيبقى معناه زواج قريب لها. أما إذا دخلتها الأم الحامل، فده بيدل على إتمام حملها وولادتها بأمر الله. إذا كانت المنام فيه تفاصيل تانية بيدل على نوع الجنين، فده طبعا بيتثبت في الرؤية بفضل الله. لكن في منامات ساعات بتجيلي يقولي او تقولي ان انا حلمت بشقة كانت موجودة بالفعل، وكانت الشقة دي قديمة وبتدخلها وبيحصل فيها تفاصيل معينة في الرؤية، فده بيدل على موضوع قديم قد حدث له. وهنا الرؤية بتتكلم عن زمن معين حدث فيه شيء لدى الرائي،
فهنا برضو من الأحداث اللي بتتكلم عنها الرؤية أو بتكشفها لينا الرؤية اللي معانا بقى النهاردة، ونشوف تفاصيلها ازاي ان الرؤية بتتغير تفسيرها بتغير الأشخاص. صاحبة الرؤية مهندسة برمجة بتقول فيها إنها رأت نفسها إنها في شقة مجهولة وكانت بتخلص فيها ورق نقل ملكية، ونزلت في الدور الأرضي كان فيه مكاتب حكومية وكان معاها عميل شغالة معاه وبيخلص معاها اسم تحويل ملكية الشقة اللي هي كانت موجودة فيها. وبعد ذلك جاء موظف وقال لها الورق خلص. طبعا بعد اسئلتي ليها ان هي شغالة فعلا على تطبيق لهذا الشخص، فقالت لي فده كان بيوضح او بيفسر ان هو هيطلب منها تغيير اسم التطبيق اللي هي شغالة عليه بعد ما اتفقوا على اسم معين. وهي استغربت التفسير، ولكن بالفعل سبحان الله وقعت الرؤية وقالت هو طلب منها تغيير اسم التطبيق. والله أعلى وأعلم. واخر رمز معانا هنتكلم فيه وهي رؤية البلكونة في المنام. رؤية البلكونة في المنام قد تأتي بخير في المنام، وقد تدل على بشرى، وقد تدل على شر، وده طبعا على حسب تفاصيل الرؤية. معانا صاحب الرؤية الأخيرة التي تحققت ووقعت بفضل الله. بيقول في المنام أنا حلمت إن في حد من أقاربي في البلكونة بتاعته عنده أكالة عصافير، وبيظهر فيها التعبان الأول بياكل من أكالة العصافير، وبعد كده بيظهر التعبان الثاني وبرضه بياكل منها، وبعد كده التعبان الثالث. طبعا هنا في الرؤية دي كانت رؤية غير محمودة، ولكن هو طلب تفسيرها، وكانت بتقول الرؤية بتدل على أن هناك بلاء عظيم سوف يحدث يأخذ مال البيت كله. يعني هنا في صرف مال كثير جدا لدرجة ان ممكن يصرفوا كل أموال اللي تخص بيتهم في هذا البلاء. وسبحان الله ان 3 تعابين في المنام هما 3 أشخاص هيتسببوا في كارثة أو في شيء غلط أو شيء سيحدث سوف ينتج عنها أخذ هذا المال كله. وسبحان الله وقع التفسير وقال لي فعلا حصلت مشكلة كبيرة من 3 أشخاص وصرف فيها فلوس كتيرة جدا. والله أعلى وأعلم. وبكده نكون خلصنا تفسير ال4 رموز اللي معانا في الرؤية، وقدرنا نوضح كل رمز بيجي ازاي وازاي بيقع في الحقيقة باختلاف تفاصيل كل شخص بما رأى في منامه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.